خلينا نروح لنادي الزمالك والاستاذ علي ابو النجا، طبعا نائب مدير النادي والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا كابتن حازم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك. كله كويس؟ النادي كويس؟ الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. طيب، يعني اخر قرارات مجلس الاداره فيما استجد اليومين دول حصل في النادي، حضرتك تقدر توضح لنا الفريق هيوصل امتى المغرب؟ في احداث في نادي الزمالك كتير، يعني انا اعتقد في حفله هتتعمل لليد، للطايره. تقول لنا كده اخر اخبار نادي الزمالك. بالنسبه لمواعيد الوصول، الحكام هيوصلوا ان شاء الله النهارده او وصلوا 1:30 الظهر، 7:30 مساء وصول مراقب المباراه والفريق الضيف. ان شاء الله التدريب الاساسي للفريق الضيف هيبقى يوم السبت الساعه 8 مساء باستاد الكوريه الحربيه اللي هي ملعب المباراه. اقامه الفريق هيبقى بفندق الميريديان، والمراقب والحكام اقامه الفريق بفندق السلام، والمراقب والحكام بفندق الميريديان. بالنسبه لحفل تكريم فريق كره الطائره لحصوله على بطوله افريقيا، وفريق كره اليد للحصول على بطوله السوبر، ان شاء الله تقرر من مجلس اداره نادي الزمالك ان يقام حفل تكريم للفريقين الخميس بعد القادم ان شاء الله بمسرح النادي الساعه 7:30 مساء ان شاء الله. طيب، في اي اخبار تاني في نادي الزمالك؟ في اي احداث متجدده؟ لاعبين كله تمام الحمد لله؟ الحمد لله، وحتى لو كان في بعض الامور طبعا اتحلت بفضل اعضاء مجلس الاداره وجهودهم، والامور الحمد لله مستقره، والمجلس بيسعى جاهدا في حل الامور التي يعني تميل الى النواحي الماليه نتيجه الظروف اللي احنا فيها، لكن كل الامور الحمد لله مستقره، وان شاء الله الزمالك الى الامام دايما رغم الظروف الصعبه اللي بنمر بيها. طيب، كان في كلام برضو ان في الزمالك هيبتدي ينشئ متحف او الاتجاه الى بناء متحف في نادي الزمالك، الكلام ده مدى صحته؟ يمكن ذكر في الموقع طبعا اكيد صحيح، ولكن ايه تفاصيله يا فندم؟ حضرتك نادي الزمالك نادي له تاريخ عريق بيمتد من سنه 1911، وبطولات ونادي بطولات ونادي نجوم. فيعني كانت في فكره ان يكون هناك مكان يجمع رموز واحداث وتاريخ نادي الزمالك في صوره معرض يخص نادي الزمالك وابطال نادي الزمالك وبطولات نادي الزمالك ورموز وتاريخ نادي الزمالك بعد 100 سنه من انشاء نادي الزمالك. ومجلس الاداره قرر هذا ان شاء الله، وسنبدا بمشيئه الله تعالى قريبا في التنفيذ ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علي ابو النجا، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. طبعا دي صور من نادي الزمالك، جناين وكده، وطبعا لسه المبنى الاجتماعي ما خلصش، ولكن يعني ان شاء الله نتمنى قريبا انه يخلص، لان المشاكل الماديه جامده جدا، المبنى اللي محتاج فلوس، ولكن ان شاء الله هيبتدي الشغل فيه قريب جدا جدا. نادي الزمالك زي ما احنا قلنا او الاستاذ علي قال بيبتدي في بناء متحف، ده طبعا دي حته المسرح بيبقى او يعني حاجات صغيره كده، لو في ندوه ولا حاجه بيبقى الكلام ده جنينه كابتن لطيف ورا. يعني في حاجات حلوه في نادي الزمالك كتير، ولكن الناس كلها مستنيه المبنى الاجتماعي انه يخلص، نتمنى انه يخلص ان شاء الله في القريب العاجل. خليني اروح للموضوع المتحف ده، لان موضوع المتحف ده مهم جدا، والزمالك بيبدا خطوات انشاء متحفه. يعني نادي الزمالك عايز يعمل حاجه كويسه. نادي الزمالك عنده سور كبير جدا في محلات كتيره جدا يقدر يستغلها بشكل كويس، ان هي تتجه لانه هياخد محلين او 3 أو 4 كما هيحتاج المتحف، ويبتدي ينشئ هذا المتحف، يبقى فيه متحف، يبتدي دلوقتي الاستاذ رؤوف جسر هو اللي كلف بهذا الشيء، انه يبتدي يجمع الارشيف الصور بالتعاون مع الكابتن شيرين فوزي طبعا، اللي هو كان عمل موضوع المئويه وعنده ارشيف كبير وعمل كتاب وعنده صور ناس كتير جدا، فبالتالي لازم نادي الزمالك هيستعين بهذه الصور. عنده يمكن صوره مرزباخ اللي هو اول رئيس نادي الزمالك، ما حدش كان عنده خالص، كابتن شيرين فوزي الوحيد اللي كان عنده، فبالتالي الاستاذ رؤوف جاسر والمجلس الاداره هيتعاونوا مع الاستاذ كابتن شيرين فوزي للحصول على هذه المعلومات والصور اللي تكون في التاريخ ويكون في المتحف وموثقه، ويبقى ده متحف نادي الزمالك، يبقى موجوده فيه اول تيشيرت لبسه نادي الزمالك، اول جزمه اتلعب بيها، اول كوره، التيشيرتات كلها اللي اتلعب بيها في نادي الزمالك، مين اللعيبه المهمه اللي في نادي الزمالك، مين اللعيبه كل اللعيبه اللي لعبت مثلا في الشامبيونز ليج الافريقي
كلهم يبقى صورهم موجوده. ماتشات الفاينل الافريقيا اللي الزمالك كسبها ال5 بطولات يبقى موجوده. مثلا التيشيرت بتاعت الفريق في كل فرق ال5 بطولات دي الفاينل مين لاعب مين، يحطوا فانيله الزمالك مثلا وفانيله مثلا الرجاء 2002 يحطوها مع بعض، وفوق كده يبقى فيه فيديوز للماتش والاحداث، ده يبقى في كل المتحف. صور كتيره للاعبين، اهداف، يعني هيبقى في حاجات ملمه لتاريخ نادي الزمالك بشكل كبير. موضوع كبير جدا نادي الزمالك عايز يعمله بشكل مهم وشكله حلو، يعني نتمنى ان شاء الله يتحل قريبا هذا الموضوع.